يلا بينا نشوف ال10 المشتركين اللي بعد كده عملوا ميكس للأغنية بشكل عامل ازاي. اهلا بيكم في لاتينو ستوديو، معاكم لاتينو. الفيديو التاني من ميكس بنلف في دوائر. لو انت ما شفتش الفيديو الاول يا ريت تروح تشوفه. تعالوا ناخد الراوند الاولى اللي احنا بنبدل فيها ما بين الميكسات عشان نعرف الناس مطلعه ميكسات شكلها ومستواها عامل ازاي، وبعد كده نمسك كل حاجه بالتفصيل نتكلم عليها. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. بس كده، ده الميكسات اللي عندنا النهارده. هكبر ويف فورم شويه عشان نشوف التفصيل بشكل اوضح. في الفيديو دوت انا هغير شويه الفورمات، لقيتنا ممكن اعملها بشكل تاني مختلف. كفايه بقى مقارنات ما بين الميكس بتاعي وما بين الميكس بتاعكم. كل واحد انا متاكد ان هو اجتهد وطلع احسن ما عنده، فتعالوا نشوف ممكن نعمل ايه مختلف عندنا. هشتغل بقى بطريقه ان انا اسمع الميكس كامل واقول الحاجات اللي انا عاوز اتكلم عليها في الميكس دوت، شايفها كانت ممكن تتطور كمان ازاي. اول ميكس هبدا بيه هو ميكس حسان هو بمثابه اخويا الكبير وصديق عزيز جدا عليا. نسمع نشوف وعمل ايه. انا ما قلتلوش اي حاجه بره الكواليس، هو بعت الميكس قلت له دن، فاي كلام هيتقال دلوقتي هو هيتفاجئ بيه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. انا في حاجات عجباني قوي في الميكس، وفي حاجات يعني بعض منها يرجع للذوق الشخصي وبعض منها قد يتفق معايا فيها حسان. انا عاجبني ان الفوكال عالي وواضح، لان كل ما عرفت تخلي الفوكال عالي وواضح من غير ما يبقى خارج بره النسق بتاع المزيكا، من غير ما يبقى راكب فوق المزيكا، ده شيء بيكون في صالحك. يعني الناس بتحفظ الاغنيه عايزين يفهموا اللي بيغني ده بيقول ايه، فدي بوينت. كل ما انت تحاول انك تخلي الميكسات بتاعتك تسعى انك تسوقها في الاتجاه دوت هتكسب كتير. وكمان المطرب مثلا لما بيجي يسمع الاغنيه بتاعته هو بيسمعها بيغني، لو هو صوته غطسان جوه المزيكا سيكا او غطسان جوه المزيكا قوي، اول كومنت هيقوله لك اصلا من غير حاجه هيقول لك علي صوتي. عجبني كمان استخدام الريفربات واستخدام الديليز، بس عندي عليهم كومنت. وقبل الكومنت هتكلم على حاجه في الاكيو بتاع الفوكال. تعالوا نسمع مع بعض كده، خاصه الجمله الاولى. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا.
الهاي الكتير اللي محطوطه مخليه الفوكال منور، بس زي ما قلنا الظروف بتاعه التسجيل، لو كنا عايزين نحط هاي بالشكل ده كنا ممكن نحط حاجه تقلل شويه النويز اللي يحصل نتيجه الاير ده. يعني الفتحه اللي هنعملها دي ممكن نقفلها بهاي كات، او ممكن نحط حاجه للنويز تقلل شويه النويز، لان كمان الهاي كتير اللي اتحطت بينت الماوس دي كليك اللي هي موجوده في صوتها. بنلف في دواير هيسمعوا اللام بتاعت بنلف مثلا، بنلف في دواير وده بان اكتر هنا قدام في النهايه كمان في الفينالة بعد ما سكتت. ندور سامع كان فيه. فلو انت عاجبك ان الحاجات تبقى ايري كده، نظف بقى اللي بين الكلام واللي بين الحروف، اشتغل بايدك، اقطع كل الكلام ده، وكل قطعه تعملها تعمل فيد ان وتعمل فيد اوت تاني. اسمع نصها مره كمان، شوف لو في حاجه تانية عاوز اتكلم عليها. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا، طيور الفجر تايهة فعد. دي بقى حاجه خيال او ذوقيا، الكورال حلو، بس حاسس ان في دبلر اتحط عليه او في الاينمنت اتعمل ليه مبينه ان هو مفيش فرق ما بين الناحيه دي والناحيه دي، وحاسه عالي سيك. وكان ممكن كمان مع حالة الكلام ان انا ازود عليه ريفيرب اكتر فيرجع لورا، يعني فاهم؟ بس لو هو ده خيالك انك تخليهم قدام، اوكي ما عنديش مشكلة. عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد. هنا بقى التعليق بتاع الريفيرب والديلي. الباصات بتاعت الريفيرب والديلي بيتعمل لها ميكس زي ما بتعمل ميكس للتراك ذات نفسه. يعني انت كنت ممكن تحط كيو قبل الريفيرب وكيو قبل الديلي، او ممكن كمان تحط دي اس لو حابب، وتهدي شويه الشين والسين بيسمعوا في الريفيرب والديلي بشكل عامل ازاي. يعني تعالى اسمع الجزء ده كده مقارنه ما بين هنا وما بين فوق. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد. لا ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد. لا ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد. خاصة كمان ان معظم الناس بقت بتسمع بايرفون وايربودز، في سماعات ضغط على ودانهم قوي، فالسين والشين هيبقوا مزعجين في الحلقة دي. نسمع بس شوية كمان، نشوف لو في اي كومنت جه في دماغي تاني وانا بس. لا حد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد، طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دوام. عجبني قوي الجراءة انك عملت الكمانجات كأنها لايف. انا ما عنديش هذه الجراءة في مثل هذه الحالة، بس في حرف شايفه عالي قوي اللي هو ما بين الجملة دي والجملة دي. تعالوا نسمعه كده تاني. من الصور بنلف. يعني حتى كمان انت عملت اوتوميشن فقمت موطيه، فوتي قوي اول ما هي دخلت تاني. من الصور بنلف في دواير، ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. بره كده كل حاجة تمام ومفيش أي كومنت عندي على حاجة تاني، والحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات كلها ذوقيا ممكن تتغاضى عن كتير عنها لو أنت مش متفق معاها. تعالوا نشوف خوفو عمل إيه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا، طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد. لا حد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد، طيور العمر تايهة في عتمة
المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. اوفرول عاجبني البالانس وكل حاجه، ستيل في مشكله في الاي كيو، فانا هحاول اصلحها عشان خاطر نعرف نسمع لو اتصلحت هيبقى شكلها عامل ازاي. والاي كيو اللي انا هعمله ده كان المفروض يتعمل منه على الفوكال، حتى لو انت عملته تقدر تنزل سنه كمان اكتر. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عليها، ومثلا الناس اللي متابعاني على الفيسبوك بيلاقوا ان انا بوطي ما بين الحروف والانفاس بالايد. ليه بقى؟ لان مثلا بص النهايه هنا المزيكا كلها سكتت، فبدات تبان الحركه بتاعتها حوالين المايك. تعال نقارن ما بين هنا وما بين فوق تاني. ندور 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 ندور. يعني اللي انا عملته ده شويه جه على حرف الري، بس مش مشكله، هو اتسمع في الاغنيه مره واثنين وثلاثه واربعه، فالناس حاجه اسمها لوجيك اي ولوجيك اير في الشاشه، يعني لو دي حاجه لها علاقه بالصوره خلاص هيبقوا فاهمين ايه اللي بيتقال، في السمع هيبقوا عارفين خلاص ايه الكلمه اللي اتقالت دي، بدل ما يسمعوا بعد اللي حصل في الاخر عندنا. طيب تعالى نسمع الميكس التاني، نراجع قرار الاي كيو. الشينات كان فيها مشكله بس من الميكس ذات نفسه. بالطبيعي طبعا سمعت في الريفيرب والديلي زياده، بس تعالى نسمع نشوف لو في اي ملحوظه تانية عاوز اقول لك عليها. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر. يعني الترانزيشن حلو وباين ان هي هنا عليت في ساكنين، والاوفرول ميكس صوته حلو، بس الكمانجات في الجزء اللي فات ده كانت بتعمل فايتنج شويه معاه. يعني الاوتوميشن اللي انت عملته حلو، بس كان اوفرول بعد ما خلصته كده ممكن تقوم معلم عليه ومنزله كله مثلا 1 دي بي. اسمع كده تاني وركز، هتلاقي ان في شويه صعوبه انك تفهم هي بتقول ايه. عتمة المدينة بتدور، تعال نسمع مثلا ما بين هنا وما بين فوق. في عتمة المدينة بتدور، في عتمة المدينة بتدور، في عتمة المدينة بتدور. يعني حتى حسان برضو مشكك في وجهة النظر وفي الرأي ان الكمانجات تبقى عالية، بس ستيل احنا عارفين نسمع هي بتقول ايه هناك. تعال نكمل سمع. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب
بص، النفس جزء طبيعي من الغنى، بس لو كان عالي شوية بيبقى ديستراكتيف، يعني بيخليك تتشتت. فاسمع صوت النفس اللي هنا وفي الميكسين اللي فاتوا. الخطر فيه الطيور تهرب من الشجر. الخطر فيه الطيور. طبعا باين ان انا موطي النفس ده بالايد، انا ما قطعتوش. لما بتقطع النفس بتبان ان الحياة روبوتك. تعال نشوف حسان عمل فيه ايه. الخطر فيه الطيور. برضو وطاه. فلازم تنتبه شوية للديتيلز دي. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعة زي ما بتقال كده على رأي صديقي الدكتور محمد غانم، ده ودن وطويط، اللي هو المستمع العادي اصلا it doesn't care وما عندوش اي مشكلة اصلا في كل اللي هو بيسمعه ده من البداية. نايس جوب يا خوفو، نايس جوب حسام. تعالوا نشوف محمود الابيض عمل ايه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل. هو مغرق الفوكال شويه جوه المزيكا، ده ميبي يكون سببه ان هو بيسمع بليفل عالي قوي. حاول طبعا، يعني طول الوقت انا بنصح الناس ان هم يقارنوا. تدرج اي اغنيه فيها بنت بتغني على بيانو وقارن. طالما الاغنيه دي صوتها حلو، شوف البالانس بس على الاقل اللي انت عملته شكله عامل ازاي. في مشكله ان انا سامع شويه ان البيانو عالي سيكا، مع ان صوتها ما تنضفش كفايه. فتعالى ايه نحاول نصطاد الحته اللي هي فيها مد من البيانو مع الصوت بتاعتها، نقللها شويه نشوف الميكس هيتفتح بشكل عامل ازاي. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان. طيب تعالى اقول لك انا عملت ايه. ده في شويه بيلد اب، تراكمات من البيانو ومن الفوكال بقوا بيخبطوا في بعض. طبعا عشان صوتها انا شايف ان الليفل بتاعه كان ممكن يتزق فوق شويه. حتى لو انا حليت بان انا عملت زياده للميد، يعني منتصف بس السماعات عشان ابرز الغنى اكتر، ده ما حلش الموضوع بشكل ايه نهائي يعني. بس هي محاوله ان احنا نصطاد صوتها من المزيكا. في مشكله في السيبلنس، يعني ساعات تبقى السين مظبوطه والشين بايظه، وساعات العكس. فانا مش عارف انت حاطط ايه مبوظ الموضوع ده، بس عايز مثلا تنتبه للجزئيه دي لما نيجي مثلا نسمع دلوقتي الحته دي. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. يعني اسمع السين هتحس ان هي شويه طبيعيه، بس الشين مقروص عليها هب. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. ماشي، نايس جوب
واللي معمول على البيانو من الريفيرب والديلي وكل الحاجات التانية حلوة، بس يعني كمانجات كانت ممكن تنزل سنة. مشكلة الاي كيو دي برضو كنت ممكن تجتهد فيها اكتر. ممكن يكون انت مش عارف تسمع الحاجات دي بسبب السماعات او الروم عندك فيها مشكلة، وده هدف السلسلة ان احنا نساعد ونشاور لبعض على الحاجات اللي ممكن تتطور او على الاخطاء اللي موجودة. تعالوا ننتقل لمينا ايمن نشوف عمل ايه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم. طيب شوية حاسس البيانو السابسونيك فيه كتير، كنا ممكن نفلتر بيانو سنة. يعني السكندات او اللاينز اللي هي خطوط الخلفية اللي هي قايلة مع الغنى لما دخلت كانت عالية شوية، يعني خضتنا. ممكن لو حتى ده الخيال بتاعك ما كانتش تبقى بالعلو ده. انا شايف ان في كومبريشن محطوط على الفوكال كتير مخلي الماوس دي كليك باينة، والانفاس كمان عالية عندنا. اسمع كده تاني. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا. حتى الر والف عاليين زيادة، يعني باين ان هما فيهم مشكلة عندنا، فمحتاجين نخف شوية الكومبريشن اللي هو موجود على الفوكال دوت. تعال نكمل سمع نشوف لو في حاجة تانية محتاجين نركز عليها. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. طبعا باين ان الفوكال ما تعملوش اديتنج، ما تعملوش كلين اب. هو شويه الكفر ده يبان تريكي ان هو تراكات قليله فسهل انك تمكسجه، بس كانت في حاجات محتاجه بالايد تظبط قبل ما تعمل له ميكس. وزي ما احنا بنقول كده كمصريين اهم من الشغل ظبط الشغل. شويه الفوكال بيكون بنشي، يعني في هنا طاقه زياده. هحاول اسكان واشوف هي فين واقللها، واقلل دي برضو سنه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. لسه عندنا السين والشين سيبلنس شويه، كنا محتاجين يا اما نوطيهم بالايد باي هاند تمشي معاهم واحده واحده، يا اما تحط الدياسر يحاول يمسك لك الاثنين مع بعض. والخيال اللي انت فكرت تعمله في الباك جراوندز حلو، بس هم عاليين، يعني كنت ممكن تظبطهم تاني اكتر من كده. تعالوا ننتقل الى ميزو نشوف هو عمل ايه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا،
ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. انا اللي عملت الفيد ده عشان النهايه متبقاش غريبه، فتكر على البدايه والنهايه وانت بتخرج، عشان كده الاغنيه خلصت مره واحده. ممكن تسيب شويه من السستين بتاع البيانو وتبقى تعمل له فيد، ممكن تبقى مخلي الريفيرب مكمل شويه فتخرج مزوره كمان زياده، عشان بس يبقى القفله بتاعت الاغنيه ما قفلتش كده مره واحده على ودنا. برضو في مشاكل في الاكيو كانت ممكن تتطور شويه، انك المنطقه دي حوالين صوتها تظبطها، والكمانجات برضو عاليه سنه، فانا حاولت ان انا بالاكيو دوت اجراب صوتها ارفعه سنه، بس يعني من الماستر مش هتتحل كل حاجه. بحاول بس اشاور لك على الحاجات اللي كانت ممكن تتطور في الاكيو. وعندنا مشكله برضو في السين والشين، وعشان طبيعي هما موجوده المشكله في الصوت الاوريجينال، فلما هتروح للريفيرب والديلي، ما هو الريفيرب والديلي دوت بيكاريت من الاوريجينال، برضو المشكله فضلت مكمله معانا وفضلت مسمعه. هسمع مره كمان عشان اشوف الكومبريشن بتاع الفوكال كان مظبوط ولا ممكن يبقى فيه كلام احسن من كده. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم. ماشي، يعني الكومبريشن بتاع الفوكال كان ممكن يبقى احسن من كده سنه، بس تمام مفيش مشكله. حاجه كمان من الحاجات ان ده اكتر ميكس انا عليته، فلو انت مخرج الميكس بالشكل ده وبعته للكلاينت هيقول لك الاغنيه صوتها وحش، لان احنا طول الوقت بنعتمد على ان الاذن العاديه او اللي مش متخصصه اما بتسمع الحاجه صوتها اقل او اوطى من المعتاد عليه بيقولوا الحاجه صوتها وحش. تذكر من الموضوع دوت، عندك السلسله بتاعه الراف ميكس موجوده، هي من ضمن الحاجات الفري، تقدر تبص عليها تشوف اللاودنس والليمتر ممكن تظبطه ازاي حتى بعد ما تعمل الراف ميكس بتاعك. تعالوا نشوف محمد جلهوم عمل ايه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. ماشي. انا هنا بس يعني عندي ممكن يكون ذوقي الخاص وذوقي يكون وحش ما يعجبكش، فحاول الكلام اللي اقوله ده يعني عايز ما تعتمدوش تمام.
عندي مشكله في الخيال لان انا ما قدرتش افهمه بشكل رياليستيك، بشكل حقيقي. بمعنى ايه؟ اي حاجه تعملها حاول تفكر فيها احنا فين ومين دول، ولو صورناها مثلا هنصورها ازاي، وهكذا. فانا في ديسكونكت، يعني في عدم اتصال، عدم تناسق ما بين الكمانجات وما بين البيانو وما بين صوتها. مفيش حاجه مجمعه الاليمنت دي كلها في مكان. وفكره ان الريفيرب بيبدا يظهر على بعض الكلمات حتى لو انت عامل له اوتوميشن هو والديلي، ويظهر بشكل مختلف، ده كمان شتتني اكتر. ما بقتش فاهم طب ايه الفكره، ايه الخيال، يعني ايه الفايب او ايه الحاله اللي هتوصلني لما انا اسمع التراك بالشكل ده. وحاجه كمان كانت من الحاجات الجوهريه عندي، مفيش ريفيرب ثابت اصلا على الفوكال، بغض النظر على ان انت تحط ريفيرب على كلمه ويزيد وينقص وهكذا، ده انا مش ضده في اي حاجه. فالفوكال باين كانه عالي، يعني باين كانه مش داخل جوه المزيكا، مش راكب جوه المزيكا. فاضطريت انا عشان شويه احاكي الحته دي واظبطها ان انا اوطي الفوكال بالميد بس في المنتصف بس بالاكيو 3 دي بي دولت. فانت لما تيجي تسمع تاني حاول تسمع الجزء دوت وشوف لما هفتح واقف الاكيو دوت الفوكال هيخش جوه الميوزك ازاي. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. بس زي ما قلنا يعني مش هتتحل بشكل جذري غير لما احنا نحل من الميكس ذات نفسه. وحاسس ان الفوكال فيه عليه ساتوريشن، مش هقول لك كل من الترانزينت، يعني ضيع سنه من التفاصيل بتاعه نطق الحروف ان هي ما تبقاش بشكلها الطبيعي. كذوق شخصي انا شايف ان ممكن تكون منتاليتي ان انت جايه مثلا من باك جراوند فيها مثلا بتمارس شيب هوب او حاجه زي كده، فشايف الخيال ده كان محتاج شويه تراجع. يعني انت لو كمان استخدمت ريفرنسز هتلاقي ان الشكل ده من المزيكا بالحاله دي مش بيتعمل كده. تعالوا ننتقل على محمد قمران. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا. انا بس من اكتر حاجات هتكلم الاول على الحاجات اللي عملت لي ديستراكت شتتتني عشان خاطر ايه ما ننساش ان احنا هنتكلم عليها. يعني في حاجه هنا حصلت في التيوننج غريبه، يعني الفوكالز انتوا واخدينها معمول لها تيون، اللاينز هنا في حاجه غيرتها خلتها مش صح. وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. طيب انا عندي مشكله شويه الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاكيو. طبعا السيبلنس فيها مشكله، وفي في تقريبا فريش اير البلاجن الملعون. بصوا يا جماعه الودن البشريه اول ما بتسمع هاي في حاجه بتتبسط، لان بيبقى سهل عليها ان هي ايه تسمع الحاجه دي بوضوح. بس بقى في والسين والشين بقوا محدين قوي. فانت لو سمعت التراك من غير التصليحه دي، خاصه لو بتسمع على ليفل عالي،
لا هتتضايق قوي من كمية الهاي اللي محطوطة. فحاول انا بشغل دلوقتي تعلي السماعات بتاعتك شوية وتسمع وتشوف قبل وبعد الاكيو دوت. وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور، بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور، بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان. ندور ندور ندور. برضو النهاية كانت ممكن تتقفل احسن من كده، يعني حسيت ان احنا مرة واحدة كنت ممكن تسيب السستين بتاع البيانو وتفيد شوية، برضو كان هيبقى صوتها منطقي وطبيعي اكتر من كده. بس تمام، تعالوا ننتقل على التراك اللي بعده، محمد طارق. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر. هنا بقى انا عندي مثلا كان حاجة من الحاجات اللي خلتني ادستراكت اتشتت واستغرب. المفروض ساكنين دي في انتقال بيحصل في الميكس، الاغنية كلها بيحصل لها ليفت اب. انا معرفش ليه لما جيت اسمعها في الميكس هنا لقيتها نزلت لتحت. تعال اسمع كده. المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. يعني مثلا تعال نسمع الانتقال هنا وبعدها مثلا نطلع اسمعه عند حسان. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. برضو لو كنت استخدمت ريفرنس حتى الميكس اللي انا عامله، بما ان يعني عندكم حاجه ممكن ترجعوا لها، كنت هتكتشف ان السكشن ده حصلت حاجه في الانرجي خليته مش صح. يعني مش المفروض ان هو يحصل كده. حتى الغنى، يعني مثلا هفترض ان ده الميكس الاوفيشال وده الميكس اللي انت عملته، فالمطربه لما تيجي تسمع هي عارفه مسبقا ان هي تيجي في الحته دي تعلى، فهتلاقي اللي هو لا، ايه اللي حصل؟ ليه الحته دي ما عليتش؟ فتكر من الحته دي وانت بتعمل اوتوميشن. وتعالى نرجع نسمع تاني نشوف لو في حاجه نتكلم عليها تاني. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر. طبعا في مشكله اسز كنت بحاول اصطادها هنا، السين والشين برضو
كسورس الميكس الفوكال ذات نفسه ما عملهمش ميكس كويس بما فيه الكفايه يعني. وطبعا مسمعين عندنا في الريفيرب والديلي، وفي بعض الكلمات في الفوكال كانت عاوزه اوتوميشن بالايد شويه. فانا بالنسبه لي الميكس ده كان محتاج يمكن وقت اكتر تظبط فيه الحاجات بتاعه الاوتوميشن دي. تعالوا نكمل سمع. وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور، بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. هنا شويه الحته دي فيها مشكله من الكمانجات في بيلد اب، يعني في تراكم هنا مع التراكم اللي موجود في صوتها، فبتخلي الميكس مش حلو. بس لو وطيتها كتوتال بنلاقي ان احنا مش عارفين نسمع الفوكال اصلا كمان، وده حاجه من الحاجات المهمه جدا. ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. برضو الايديتنج بتاع النهايه طبعا كان في كام نفس برضو كنا محتاجين نظبطهم تاني اكتر. الايديتس ده مثلا انا بعمله، انا بفضل ان أنا لو عندي ايديتس يعمله واخد بريك قبل ما ابدا في الميكس، او لو في ايديت بعملها في يوم اصلا غير الميكس. يعني زي مثلا احنا خلصنا تسجيل دلوقتي ومش همكسش دلوقتي، بعمل بريك شويه وبرجع اعمل الايديت بتاعتي كلها واخلي الميكس في يوم تاني. كليفل وايز كويس، مفيش عندي مشاكل او توصيات على حاجه في الليفل. هي بس فكره ان الميكس ده مش متحقق فيه ان الاغنيه بتقوم كل شويه تزيد 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 لغايه لما نوصل هنا، زي هنا وزي هنا وزي هنا. فتكر من الحته دي، راجع الاوتوميشن، بص عليه بص تاني، وممكن تذاكر الاوتوميشن كاوفرول. وكل الحاجات دي يا جماعه بمجرد ما تقارن الشغل بتاعك بشغل تاني هتكتشفها لوحدك، مش محتاج لاتينو ولا محتاج اي حد تاني. لازم تقارن شغلك عشان خاطر تكتشف الحاجات دي لوحدك، خاصة لو انت بتتعامل مع كلاينت ومفيش حد تاني ودنه فريش نيو هيسمع الميكس بتاعك ويقولك لو في حاجة فاتتك تظبطها بشكل عامل ازاي. تعالوا نشوف محمد خير عامل ايه. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر، وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. ماشي، في حاجات ذوقية وفي حاجات تكنيكال. يعني ذوقية مش عاجبني ان شوية احنا فضينا منطقة غير المفروض تفضى في الفوكال. يعني احنا فضينا الفوكال شوية فبدأ يبان ان هو رفيع، وفي نفس الوقت بدأ يبان ان هو الحتة بتاعت 3000 وال 4000 دي صوتها مش طبيعي unnatural. فاحنا كنا محتاجين نسيب شوية بادي في الفوكال. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا. في مشكلة في السين والشين، وده عيب يا جماعة من عيوب الديسر. لذلك هتلاقوا كتير من المهندسين، هعمل لكم إشارة في فيديو الجزء دوت، بيكرهوا الديسر. ليه؟ لأن هو أنت ممكن مثلا تعمل لوب
على جملة وتظبط الديسر ان هو يظبط لك السين والشين فيها، بس في مكان تاني السين والشين جم اعلى، فيبدأ الديسر ينزل اكتر يخليها لك بقى فيها لسب، يعني بقت لدغة، شبه لدغة يعني. يا اما بقى تستخدم سيريال ديسر، تعمل كذا ديسر كل واحد فيهم يشتغل على منطقة معينة برنج قليل عشان ما يحصلكش الخطر دوت. يا اما تاخد راوند على السين والشين والته والكاف والحروف دي كلها، تراجع الليفلز بتاعتها بايدك. لا تعالى نسمع هنا نلاقي حاجة مظبوطة وحاجة مش مظبوطة. ما بنكتبش الرسايل. بص، ما بنكتبش رثاء، يعني السين قلبة شوية كأنها ث. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد طيور. يعني هنا كمان السين بقى نطقها مختلف، فاللي هو ايه يعني نطقها صحيح، اللي قدام بايظه، فلذلك بتبقى في تفاصيل كده مع الوقت لما تبدا تسمعها هتلاقي نفسك ان في حاجات الناس بتستخدمها مثلا زي الديسر، انت ممكن تبقى واحد من الناس اللي بتكرهه. انا بكره مثلا الديسر، ممكن كمان ده بترسى ان انا ممكن اخد سين حلوه شايفها منطوقه كويس وطلعت قدام الكبسوله بتاعه المايك كويس، اكبرها في كل الاماكن عشان خاطر يبقى السين صوتها مظبوط مثلا، او الشين او اي حرف تاني زي كده. تعال نكمل سمع. ولا بنسمع حد طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم. يعني هنا شويه الليفل بتاع من الشجر الديلي اللي طلع عالي سنه، كان ممكن يقل تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. يعني عشان الفوكال ذات نفسه مش محطوط عليه ريفيرب بالشكل الكبير، فالمشاكل بتاعت السين والصاد ما سمعوش فيه قوي. بس شايف برضو ان احنا عندنا مشكلة في تكوين الخيال، حاسس الحالة بطيئة والدنيا هادية وبتاع، الفوكال ده كان ممكن ياخد ريفيرب يخليه بلندد اكتر مع الموضوع، ويخليني انا كمستمع ابقى حابب دوت اكتر. تعالوا ننتقل على مصطفى حافظ. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور، ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. واضح ان في حاجه محطوطه على الفوكال زي بلاج ملعون فريش اير او ريفايفل من سليت ديجيتال، مكتره شويه قوي هنا، فباين ان الصوت كانه في طول الوقت، وهي دي مش طبيعه صوتها. يعني احنا سمعنا صوتها في 10 ميكسات فوق مش كده، فطول الوقت انت محتاج تقفل وتفتح تقفل وتفتح اللي انت عملته عشان تشوف طبيعة الصوت دي عاملة ازاي، وانت عملت حاجة في الميكس غيرتها، ولا الهوية غيرتها هي بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي. فانا ههدي شوية اللي انا بحاول اوصفه لكم ده. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوم من القمر، وتهرب الوجوه من الصور. بنلف في دواير ندور على الأمان، ونلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان، ندور ندور ندور. نلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان.
في حاجة غريبة حصلت في الآخر، ممكن يكون الديلي عليه زي موديوليشن أو ملعوب في الريت بتاعه، تحس إن البيانو بقى دي تيوند سنة. تاني لنفس المكان ندور ندور ندور. I don't know، مش عارف أحددها قوي بسبب إن أنا مش سامع الكلاريتي كفاية. تعالوا نسمع تاني ونشوف لو قفلنا فتحنا الإيكيو دوت الميكس هيتأثر بشكل عامل إزاي. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. طيور الفجر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ماشي، ميبي يكون مصطفى كان متضايق من النويز او التكييف المفتوح حاجه زي كده، بس هو استخدم الجيت ده باين ان الصوت قطع في سنه. فجر تايهة في عتمة المدينة، يعني كلمه في عتمه المدينه النطق ده مش صح. فلو في حاجه عندك فيها نويز وعاوز تشيله، حاول تستخدم مثلا اي ستوب فويس دي نويز، ما تستخدمش جيت، لان شوف الفرق مثلا ما بين هنا وما بين اللي انا في عتمة المدينة، في عتمة المدينة، في عتمة المدينة. زي ما قلت لكم، انت منين ما تسمع هاي اند كتير ودنك هتتبسط. يعني لو دلوقتي سمعتوا الميكس بتاعي بالنسبه لكم مطفي، ده بقى الادابتيشن، انك تتاقلم على شيء ومش حقيقي. يعني اكيد العشرة اللي عملوا ميكس فوق دولت اللي ما حطوش كميه الهاي دول، اكيد العشرة صح. فانت طول الوقت محتاج ريفرنس، محتاج تقارن، تشوف انت ماشي ازاي، رايح فين، جاي منين، وصلت لايه يا سيدي. تعال نكمل سمع. في عتمة المدينة بتدور. ما بنكتبش الرسايل، ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا، ولا بنسمع حد. طيور العمر تايهة في عتمة المدينة بتدور. ساكنين في عالم يعشق الخطر، فيه الطيور تهرب. برضو عندي نفس المشكلة في السكشن بتاع ساكنين. لا، مش المفروض خالص ده الإحساس اللي يوصل لنا من الميكس. ساكنين في عالم يدور، ساكنين في عالم. فطول الوقت يا جماعة لازم تقارن، لازم تقارن. انت ممكن تكون بتتفرج على مهندس صوت وبتشوفه فعليا من اول ما بيرص التراكات لغايه لما يعمل اكسبورت، وما تلاقوش تستخدم الريفرنس قارن، ما قارنش باي حاجه. لا مثلا راف ميكس عامله الموزع، ولا ممكن اغنيه تانية حتى لو هو اللي مكسجها، ولا اغنيه تانية حد اللي مكسجها ومطلع صوت خرافي واو بيرفكت، بتحلم انك تطلع الصوت زيه كده. بس هو عنده في مخه وعنده في ودنه 4 أو 5000 اغنيه مكسجهم من نفس النوع او سمعهم، فهو عارف بيعمل ايه كويس. فلو انت ما عندكش الكريدت ده، وما عندكش الوقت اللي بتخصصه للمخزون السمعي، والوقت اللي بتقعد تقارن فيه شغلك بشغل ناس تانية، يبقى لازم وانت شغال اشتغل من دماغك، خلص، قول ان انت خلصت الميكس، هات بقى اغنية فيها نفس المواصفات وقارن اللي انت عملته ما بين هنا وما بين هنا. هتبدأ تتعلم الروم بتاعتك بتأثر على القرارات بتاعتك ازاي. هتبدأ تتعلم لما تلاقي مشكلة زي ما هي ثابتة تمام، ان ممكن تكون لا قدر الله يعني بعد الشر في مشكلة في ودنك، فتحاول تشوف المشكلة دي ليه. هتبدأ تعرف ان السماعات بتاعتك في جزء مش بتسمعه لك حقيقي. المقارنة طول الوقت هتكون مفيدة ليك. قلة المقارنة لما انت ما بتعملهاش بتخلي المستمع العادي، يعني اللي جاي يستلم منك الأغنية، يعملها. هو هياخد الأغنية منك، هيقوم حاططها في الفلاشة، جاب أغنية بعدها وأغنية بعدها، ويقول لك أنا صوتي مش زي ده ليه؟ طب أنا حاسس المزيكا عندنا مش عارف إيه ليه؟ ما أنت بقى اللي المفروض تقارن، مش المفروض هو اللي يعمل كده. يعني مش المفروض تسيب القصة لدرجة إن غيرك اللي يبدأ يكتشف الحاجات دي
وتبقى في مصيبة تانية بتحصل ان انت اصلا مش سامعها. فارجوكم، برنامج مترك اي بي برنامج مهم جدا، انا بستخدمه طول الوقت في المقارنة. هحط لكم لينك ليه فوق اللي عاوز يشوف الشرح بتاعه، واستنوا الفيديوهات اللي جايه. زي ما قلنا احنا مش بندور على احسن ميكس، احنا بنحاول نساعد بعض ونتعلم من الخيالات المختلفة. في ناس مكسشت الكمانجات من وجهة نظري انا احسن من اللي انا كنت عامله، بس انا يعني كنت مقرر وشايف ان خيال ان الكمانجات اعملها معاملة الباد. في ناس بتطلعها صوتها احسن فشابوه، مفيش مشكلة، احنا مختلفين عن بعض. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، ويكون الفيديو الاخير ان شاء الله من مراجعة الميكس دوت. سلام.